السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي تحذف أي حاجة مكررة عندك على الجهاز، سواء صور بقى أو فيديوهات أو ملفات صوت أو غيره. برنامج بسيط خالص هنثبته مع بعض، هنشوف مع بعض إزاي نثبته. البرنامج ده هتلاقيني سايب لك رابط ليه في وصف الفيديو. أول ما تضغط على الرابط ده هيحولك على القناة على التليجرام، تقدر تحمله من هناك. هو ده البرنامج اللي بنتكلم عليه، دبل كات كلين. طبعا دي نسخة البرو، النسخة المدفوعة انا هجيبها لك بشكل مجاني، هتثبتها زي ما انا هثبتها بالظبط عشان تشتغل معاك. هتيجي على الملف المضغوط ده كده وتفك الضغط عنه باي برنامج فك ضغط. انا هفك ببرنامج وين ار، وباسورد فك الضغط 1 2 3. وبعدين هتيجي على البرنامج وتضغط عليه بشكل عادي خالص، وبعدين تفعل الاختيار ده، وبعدين نيكست، وكمان نيكست، وبعدين انستول. وبعدين هتشيل الصح دي، وبعدين فينيش. وبعدين هتيجي على ملف كراك وتاخد الملف اللي فيه ده كده كوبي، وبعدين تخرج بره خالص. المفروض انك تلاقي البرنامج ظاهر معاك هنا على سطح المكتب. لو ما لقيتوش ظاهر معاك هتضغط من الكيبورد على ويندوز مع حرف الار، هتلاقي نافذة رام فتحت معاك بالشكل ده. هتحط فيها الامر اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو يشيل نقطتين فوق بعض ابس فولدر. هتلاقيني سايب لك الامر ده في وصف الفيديو، هتاخده كوبي على طول، وبعدين تضغط على اوكي. هتيجي هنا تلاقيه ظاهر لك كل البرامج اللي موجودة عندك على الجهاز، سواء اللي ظاهر على الديسكتوب او لا. هتيجي على البرنامج بتاعنا كده وتضغط عليه كليك يمين، وبعدين كرييت شورت كات، وبعدين يس. هتلاقيه ظهر معاك بره على الديسكتوب بالشكل اللي انت شايفه ده. هتيجي على ايقونة البرنامج وتضغط عليها كليك يمين، وبعدين شو مور اوبشن، وبعدين اوبن فايل لوكيشن. لو انت ويندوز 10 بتلاقي اوبن فايل لوكيشن في الوش معاك على طول. طبعا مش بتحتاج تضغط شو مور اوبشن لان انا ويندوز 11. لو فتح معاك الملفات الخاصة بالبرنامج على طول اوكي، مفيش مشكلة. لو ما فتحهاش معاك على طول هتيجي على ايقونة البرنامج تاني وتضغط كليك يمين، وبعدين شو مور اوبشن، وبعدين اوبن فايل لوكيشن تاني. هيفتح معاك الملفات الخاصة بالبرنامج. هتيجي هنا في اي مكان فاضي وتعمل كليك يمين، وبعدين بيست الملف اللي انت كنت واخده من هناك، وبعدين تعمل له ريبليس. هتلاقيه اتحط معاك بالشكل ده كده. هتيجي على ايقونة البرنامج وتفتحها، هتلاقي البرنامج فتح معاك، مفيش اي مشكلة. لو انت مكمل الفيديو معايا لحد هنا انزل حط لايك وفعل زر الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. هتلاقي واجهة البرنامج فتحت معاك بالشكل ده. عايز تكمل باللغة الإنجليزية مفيش مشكلة، بس أحسن حاجة في البرنامج ده إن هو بيدعم اللغة العربية. فأنا هاجي أحول لغة البرنامج للغة العربية. والإعدادات دي ما تعملش فيها أي حاجة، هتسيبها على الوضع الافتراضي اللي أنت لقيتها عليه. هتيجي هنا من فوق على معايير البحث وهتضغط عليها، هتفتح معاك الواجهة دي. إحنا عندنا في البرنامج هنا 4 أوضاع. أول وضع فيهم اللي هو الوضع العادي. الوضع العادي ده البرنامج هو بيدور عندك على الجهاز على الحاجات المكررة، سواء بقى صور، فيديوهات، ملفات. هو ما بيفرقش، يعني ما بيجيبش حاجة معينة بعينها، هو بيجيب أي حاجة مكررة بيلاقيها. أما وضع الصور وهو بيدور بيجيب الصور المكررة بس، يعني لو لقى أي حاجة تانية مكررة في طريقه ما بيجيبهاش، هو بيجيب لك الصور المكررة فقط. وضع الصوت كذلك برضو بيجيب لك الفيوسات المكررة بس. ووضع الفيديو برضو بيجيب لك الفيديوهات المكررة بس، ملوش دعوة بأي حاجة تانية. احنا هنشرح ال4 اوضاع عشان لو احتجت اي حاجة فيهم. هو عموما ما بنستخدمش غير الوضع العادي لانه بيجيب اي حاجة مكررة بس. برضو للاحتياط حاجة للتوضيح، برضو احنا في ال4 اوضاع سواء الوضع العادي او وضع الصورة او وضع الصوت او وضع الفيديو، هتلاقي ال3 اماكن دول موجودين. اللي هو الوضع العادي اسم الوضع اللي انت عليه، وتحته كده شوية اختيارات. احنا هنعرف احنا هنعمل ايه في الحاجات دي بالظبط. وهتيجي تحت كده هتلاقي المزيد من الخيارات المكررة، وهتلاقي على يمينك مرشح البحث. احنا هنعمل ضبط الاعدادات دي على افضل حاجة عشان يجيب افضل نتيجة بحث معاك وما يسيبش اي حاجة مكررة. هتيجي هنا على اعدادات متقدمة وتضغط على السهم الصغير اللي هو اللي جنبها ده، هتلاقيه فتح لك اوبشن تاني في سهم برضه هتضغط عليه. اهم حاجة انك تخليها على MD5، ده افضل اختيار. هتيجي هنا على اهم حاجة بعد كده، لازم تخلي دي على نفس المحتوى، ما تخليهاش على محتوى مشابه او تجاهل المحتوى. لازم تخليها على اول اوبشن ده عشان يجيب لك نتيجة بحث مظبوطة. بعدين هتيجي تنزل على المزيد من الخيارات المكررة. لو لقيت عندك اي حاجة من دول مفعلة لازم تلغيها. مثلا لو لقيت نفس اسم الملف ده متفعل وسبته متفعل، وهو بيدور لو لقى صورتين زي بعض بالظبط بس الاسماء مختلفة مش هيجيبهم ومش هيشوفهم. بس الاوبشن الاخير ده لازم تفعله، اللي هو تجاهل جزء من اسم الملف. لازم تفعل الاوبشن ده، لان لو في صورتين عندك بنفس الاسم بس فيهم واحدة مكتوبة كوبي لان هي بتكون متكررة فبيكون مكتوب جنبها كوبي، فلو ما فعلتش الاوبشن ده هو برضو مش هيشوفهم. لازم تفعل الاوبشن ده. طيب الاوبشن ده تفعله ازاي؟ هتروح تفعل نفس اسم الملف، هتلاقي الاوبشن ده ظهر معاك عادي، وبعدين تفعله، وبعدين تروح تاني تلغي نفس اسم الملف.
اختصارا للوقت، انت هتنقل نفس الاعدادات اللي موجوده دي عندك قدامك على البرنامج، يعني وضع الصوت، وضع الصوره، وضع الفيديو. انا هعرضهم لك دلوقتي، وانت هتاخد كل حاجه موجوده عندي تحطها عندك بالظبط. بعد ما نقلت كل حاجة عندك والدنيا تمام، هتيجي هنا تحدد انت عايز تبحث على انهي وضع. انت عايز تبحث على الوضع العادي، ولا عايز تبحث عن صور بس، ولا صوت بس، ولا فيديو بس. انا بفضل الوضع العادي لانه بيجيب اي حاجة يلاقيها مكررة قدامه، فانا هسيبه على الوضع العادي. انت لازم تاخد بالك انت على انهي وضع كويس، لان انت مثلا لو حطه على وضع الصور وانت هدفك تبحث على ملفات PDF او اي ملفات، فهو مش هيشوف غير الصور بس. فنصيحة مني في كل الحالات انت حطه على الوضع العادي. الوضع ده مميز، بيجيب اي حاجة مكررة. بعدين هتيجي من فوق من هنا، هتروح على موقع الفحص اللي هو اين تبحث، هتحدد المكان اللي انت عايز تدور فيه على الحاجات المكررة. هنا بقى تركز معايا شوية، انا مكرر هنا 3 ملفات وكمان 3 صور عشان اشوف البرنامج هيجيبهم ولا لا. انا حاططهم في ملف الداونلود. انت مفيش مشكلة، انت ممكن تخلي البرنامج يدور على الحاجات المكررة على الهارد كامل، مش شرط ملف معين بعينه، بس دي تجربة بس. هتيجي من هنا تحدد اي ملف انت عايز تفحصه، وهنا عارض لك الجهاز كامل، كل الملفات اللي موجودة على الجهاز. لو رحت مثلا لكورس زي كورس السي وضغطت على السهم الصغير اللي جنبه ده، هيعرض لك كل الملفات اللي موجوده في كورس السي. هرجع تاني اقفل الملفات الخاصه بكورس السي، هتضغط على السهم الصغير اللي جنب الكورس ده عشان تقفلها، وهاجي من هنا احدد ملف الداونلود اللي انا عايز افحصه. اول ما تضغط عليه هتلاقيه اتظلل معاك باللون الاصفر الخفيف، وهتيجي هنا تلاقي سهم صغير كده ظهر لك لونه اخضر، هتضغط عليه. زي ما انت شايف انا اول ما ضغطت على السهم الصغير ده، ملف داونلود اللي انا محدده انضاف معايا في مجلدات البحث. ممكن بقى تضيف كذا حاجة مع بعض، يعني انا ممكن اروح اظلل كورس السي كده واضغط على السهم الصغير ده. زي ما انت شايف كده هتلاقي كورس السي انضاف معايا، مفيش مشكلة. ممكن بقى اضيف ملف بعينه، يعني انت لو عايز ملف معين ممكن تضيفه، وليكن انا هضيف ملف اللي هو انتل ده كده، واروح برضو اضغط على السهم ده، هتلاقيه انضاف معايا هنا، مفيش مشكلة. طيب انت لو حصل معاك لخبطه وضفت ملفات كتير بالخطأ ومش عارف تعمل ايه، هتيجي على السهم الصغير ده تضغط عليه تقفل كل الكلام ده، وبعدين تيجي هنا في اي حته فاضيه في الجزء ده وتضغط كليك يمين، وبعدين تيجي هنا وتضغط على لائحه خاليه. هلاقي كل الملفات اللي انا ضفتها اتحذفت معايا. هروح انا بقى اضيف ملف داونلود بس، هحدده كده وبعدين اجي اضغط على السهم ده. زي ما انت شايف هو كده انضاف معايا لوحده. بعد ما حددت الحاجه اللي انت عايز تعمل لها فحص، هتيجي من فوق من هنا وتضغط على ابدأ الفحص. هيجي يفتح معاك الواجهة دي، هتيجي برضو منها وتضغط على ابدأ الفحص. طبعا هنا هو خلص معايا فحص بسرعة لان انا محدد ملف معين ومفيهوش حاجات كتير مكررة. لو جيت هنا وبصيت على مطابقة التكرار هتلاقيه 6 من 6، يعني في 6 ملفات مكررة هو لقاها. كان 3 صور و3 ملفات زي ما وريتك في اول الفيديو. عشان تحذف الملفات المكررة دي هتيجي من فوق من هنا وتضغط على ملفات مكررة. الملفات 6، وبقول لك ان عدد الملفات المكررة دي 6، فهتضغط عليها بالشكل ده. عشان تشوفها بشكل اوضح هتيجي من فوق وتضغط على الاربع مربعات الصغيرين دول. لو جيت هنا من الجنب وضغطت على كلمة مجلد بالشكل ده، هتلاقيه ظاهر لك المسار اللي هو لقى فيه الملفات المكررة دي بالظبط. هو هنا ظاهر لي ان هو لقاها في كورس السي، في ملف اسمه يوزر، في ملف اسمه محمد، في ملف اسمه داونلود، في ملف اسمه تليجرام ديسكتوب. ده عشان لو انت محدد بارتيشن كامل وعايز توصل للمكان اللي فيه الملفات المكررة. المهم هنيجي كده عشان نحذف الملفات المكررة. زي ما انت شايف كل حاجة شبه بعضها بيعملها مجموعة، يعني البدلفات المكررة اللي شبه بعضها عاملها مجموعة 1، والصور المكررة اللي شبه بعضها عاملها مجموعة 2. فانت هتيجي على اي عنصر من المجموعة 1 وليكن الPDF الاول ده، وهتضغط عليه كليك يمين، وبعدين هتيجي على تأشير، وبعدين تيجي على تأشير كل الملفات من هذا النوع. زي ما انت شايف كده هيحدد لي كل الملفات اللي موجودة من نفس النوع ده، عشان لو العدد كبير ما تقعدش تحدد واحد واحد، وطبعا الموضوع هيكون مرهق جدا. وهتيجي تسيب نسخة واحدة بس من الحاجة دي، لان انت كده حددت كل حاجة، حددت الملف الاصلي وحددت الكوبي كمان منه. فهتيجي تلغي تحديد حاجة واحدة بس عشان تحتفظ بنسخة واحدة. كده هو هيحذف الاتنين المكررين اللي هم عليهم اكس دول، وهيسيب لي نسخة واحدة بس من الحاجات دي. نفس النظام هعمله على المجموعة 2، هروح على أي صورة فيها واضغط عليها كليك يمين، وبعدين تأشير، وبعدين تأشير كل الملفات من هذا النوع. هيحدد لي كل الملفات اللي موجودة في المجموعة 2. هروح ألغي تحديد أي واحدة فيهم عشان أحتفظ بنسخة من الصور دي. لازم تاخد بالك من الموضوع ده كويس، وما تسيبش كله متحدد، عشان لو كله اتحدد وأنا حذفت فهيحذف كل حاجة، هيحذف النسخة المكررة والنسخة الأصلية. بعدين هروح على أيقونة السلة اللي فوق دي وأضغط عليها. قبل ما نعمل حذف لو جيت بصيت على الأوبشن ده هتلاقيه مكتوب احذف إلى سلة المحذوفات حيثما أمكن ذلك. لو جيت فعلت الأوبشن ده وأنت بتحذف مش هيحذف حذف نهائي، الحاجة اللي
اللي هتحذفها هتروح على سلة المهملات الأول. سلة المحذوفات اللي أنا أقصدها اللي هي سلة المحذوفات اللي موجودة عندك على الجهاز اللي هي دي. بعدين هتيجي تضغط على حذف الملفات وبعدين يس. هو هنا بيقول لك ان تم حذف 4 ملفات بنجاح. لو جيت رجعت كده وبصيت هتلاقيه ساب لي نسخة واحدة من كل حاجة كانت مكررة. لو جيت رحت فتحت السلة هتلاقي فيها الملفات اللي هو حذفها، ما حذفهاش حذف نهائي على طول لان انا ما وقفتش الاختيار اللي كنت مرهولك هناك قبل ما نعمل عملية الحذف. فعشان تحذف الكلام ده حذف نهائي ممكن تريح دماغك وتلغي الاوبشن ده من الاول، او بعد ما تحذف تيجي هنا على السلة وتضغط عليها كليك يمين وبعدين تيجي تختار الاوبشن ده وبعدين يس. كده هيعمل حذف لكل حاجة كانت موجودة في السلة. بس كده ده كان شرح النهاردة. يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.